السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وعيد سعيد عليكم جميعا إن شاء الله، ويبقى أحلى عيد، والعيد اللي جاي إن شاء الله نكون صحبة عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو ده أنا متحمسة ليه جدا جدا، وعايزاكم كلكم بعد الفيديو ده تقوموا تعملوا الكحك على طريقتي. الفيديو اللي قبل ده على طول أنا هوريكم النقاشات بتاع الكحك السهلة البسيطة جدا بتاع أمهاتنا. الفيديو ده بقى هنعمل عجينة الكحك المظبوط يا جماعة، الناعم الدايب اللي طعمه هيوديكي في حتة تانية. طب احنا ما عندناش سمنة بلدي يا أمير، هنعمل ايه؟ هنعمله بسمنة بلدي ازاي؟ تعالي وانا اقولك في الفيديو ده. لو ما عندكيش سمنة بلدي وعندك سمنة عادية، ازاي تحوليها لسمنة بلدي بكل سهولة. انا ما اعرفش حد عمل طريقة السمنة البلدي دي قبلي ولا لا، بس انا ما سمعتهاش من حد قبل كده. بس صدقوني الفيديو ده هتطلعوا بكم معلومات وكم استفادة عن الكحك حلو جدا، والنقشة هتفضل ثابتة عليه زي ما انتوا شايفين. ريحة وطعم وقوام وشكل حاجة كده جنان. شايفين شكله يا جماعة؟ خطير. وطعمه بقى وهمي وهمي وهمي. مش هتشتروا الكحك تاني من بره ابدا ابدا. وهنعمله كله منقوش، احنا مش هنعمله ببصمات ولا اي حاجة من الكلام ده. هوريكم في الفيديو ده طريقة النقش، وعامله لكم فيديو مخصوص قبل ده على طول برضو بطريقة نقش الكحك. كفاية لك بقى يا أميرة، وعايزين نشوف الطريقة. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله، وتعالوا نشوف هنعمل الكحك التحفة جدا ده ازاي. شايفين شكله حلو جدا مع كوباية شاي بلبن بقى يوم العيد الصبح كده، وادعيلي. يلا بينا نبدأ في الطريقة. أول حاجة يا جماعة هجيب طبق حلو كده غويط، هحط فيه 7 معالق من السكر. طيب، عايزين مقادير كيلو يا أميرة؟ هقولك. لو عايزة مقادير كيلو، 3 معالق بس من السكر، عليهم معلقة صغيرة من الخميرة، لكن انا حاطة معلقة كبيرة من الخميرة عشان انا عاملة 2 كيلو ونص. معايا لبن حليب، هحط شوية منه كده على الخميرة والسكر واقلبهم مع بعض كويس قوي. انا عاملة 2 كيلو ونص من الدقيق، فحطيت 7 سكر ومعلقة كبيرة خميرة بيرة او فورية وشوية من اللبن. هجيب طبق كده يكون غويط كده عشان اعرف ابس واعجن فيه حلو، هحط فيه 2 كيلو ونص من الدقيق. يعني معلقة كده صغيرة من معالق الشاي العادية ملح. معلقتين كبار من السمسم. طيب معايا السمنة ديت قد ايه؟ كيلو وربع من السمنة. طب لو هنستخدم كيلو دقيق، السمنة قد ايه؟ نص كيلو سمنة. كيلو دقيق نص سمنة. حباه ده يبقى اكتر من كده، تخلي 550 جرام من السمنة، يعني تحطي حوالي نص كوباية كمان على النص كيلو من السمنة. وبس بقى السمنة مع الدقيق كويس قوي يا جماعة، دي نقطة اهم حاجة، لحد اما الدقيق مع السمنة كده تحسيهم بقوا عجينة او كتلة واحدة من غير اي اضافة سوائل خالص. نقطة البس دي يا جماعة اللي هتطلع معاكم الكحكاية دايبة دوب. لازم نبس الدقيق مع السمنة، هتلاقيهم عجينة كده كتلة واحدة من غير ما تضيفي اي سوائل تماما زي ما انتوا شايفين كده دوت بعد البس. طب فين السمنة البلدي اللي قلتيلي عليها؟ هقولك عليها كمان دقيقتين 2 بالظبط، عشان بس ما اقطعش الخطوات. هجيب بقى الخميرة مع السكر مع اللبن، وابدأ ان انا اضيفهم على العجينة. وكمان نقطة مهمة جدا، الكحك يا جماعة ما بيتعجنش، الكحك بس بتلميه. شايفين انا بلمه بايديا، انا بلف مش بعجن. لو عجنتي ونسبة الجلوتين اتنشطت في العجينة تبقى مشكلة. طب يا أميرة، واحنا لازم نعجن بلبن حليب بس؟ لا، تقدري تعجني بلبن حليب على مية، وتقدري تعجني بمية بس لو ما عندكيش. تمام، ده او ده هيديكي نتيجة واحدة. بعد ما العجينة اتلمت وبقت زي الفل، هعرف ازاي العجينة بقت مظبوطة؟ ابدأ ان انا اضغط على العجينة زي ما انتوا شايفين كده، العجينة لا بتشقق ولا اي حاجة. طيب لو لقيت العجينة بتشقق، اضيف لها ايه؟ اضيف لها مادة سايلة، لبن او مية؟ لا. طب اضيف لها ايه؟ تضيفي لها معلقة من السمنة السايحة. السمنة يا جماعة درجة حرارتها في العجين ما ينفعش احط سمنة بتغلي. لو حطيت سمنة سخنة او سمنة مقدوحة، الكحك هيبقى ناشف جدا، هيبقى قرص بجد يعني. فأهم حاجة لازم نحط السمنة بدرجة حرارة المكان. تعالوا بقى نشوف النقشات بتاع الكحك. هنعمل كده واحدة علامة زائد، هيبقى عندي 4/4. كل ربع هبدأ ان انا اعمل تمانيات كده. دي نقشة ظريفة جدا. وبعدين امشي على الكحكاية كده، ابدأ ان انا انقشها من الجناب. تعالوا نعمل واحدة كمان. هنعمل كام نقشية كده ورا بعضها بميل، هنعمله بميل شوية، ونقلب الكحكاية وعكسها. لو عملنا النقشة لتحت هنعمل اللي عكسها لفوق.
لو عملنا النقشه لفوق هنعمل اللي عكسها لتحت، وهكذا. تعالوا نعمل النقشه كمان مره عشان تثبت. هنعمل كام واحده كده بس بميل، وبعدين نقلبها الناحيه التانية ونبدا نعمل عكسها. هتبقى زجزاج كده، طالع نازل طالع نازل، بتبقى شكلها ظريف جدا وحلوه جدا. النقشات مش هدقق عليها كويس لاني عاملاها في فيديو قبل ده على طول. الاول يا جماعه قبل ما بنقش العجينه، انا بجيب حته كده كبيره من العجينه وببدا ان انا اكورها كور متوسطه على قد الكحكايه اللي انا عايزاها. ومعايا ملبن، انا كنت مستخدمه نص كيلو بس من الملبن، حابه تعملي الكميه كلها ملبن هاتي حوالي كيلو من الملبن. خلاص، بس انا جبت نص كيلو لاني انا عامله نص الكحك ساده والنص التاني ملبن. طيب الملبن انا مش بحط سمنه عليه ولا اي حاجه، لو حطيتي سمنه الملبن هيبقى عامل زي العجينه كده، مش هتعرفي تتحكمي فيه لان الملبن اصلا طري. انا بلينه بس بايديا كده، بلينه بعجينه كويس بايديا، وبعدين ابدا ان انا اكوره. واجيب الملبن، كوره الملبن، افتح العجينه واحط فيها حته الملبن واقفلها كويس قوي وابرمها. تمام، بس اهم حاجه نبرم العجينه كويس عشان وشها يبقى ناعم وملساء كده زي ما انتوا شايفين. احط الملبن وابرمها كويس قوي وادي لها تبطيطه خفيفه. سمك الكحكايه بيبقى متوسط. طب هي فين السمنه البلدي يا اميره اللي انت قلتي لي عليها؟ انت ضحكتي علينا ولا ايه؟ لا، هقولك. لو هتستخدمي كيلو من السمنه هتحطي عليه نص كيلو من اللبن الحليب، وترفعيهم على النار لمده نص ساعه. تاني هتعملي ايه؟ على كل كيلو من السمنه العاديه خالص من الصفايح هتحطي عليهم نص كيلو من الحليب، اللبن الحليب مش لبن رايب، وترفعيهم على النار لمده نص ساعه. بس كده، ايوه هتبقى سمنه بلدي. تعالوا كده نعمل فلاش باك كده واحنا بنضيف السمنه، هوريكم اللبن عامل ازاي وهو في ارضيه الحله. شايفين؟ ادي اللبن اهو، ادي شكل اللبن باين جدا وانا بنزله. والله يا جماعه انا عارفه الطريقه دي من ام واحده صاحبتي. كانت بتعمل كحك عروسه لبنتها، يعني كانت بتعمل الكحك لبنتها، كانت بنتها تتجوز وكانت بتعمل لها الكحك. فالفرنه اللي كانت بتعمل فيها جنب بيتنا على طول. فالمهم لقيتها جايه لي تسلم عليا وجايبه لي طبق مليان كحك، طبق فويل كده. فالمهم ايه، وبتعزمني على الفرح، فجت قعدت معايا شويه حلوين كده، فبعدين بتقول لي ايه، بتقول لي دوقي الكحك كده اللي انا عاملاه، قولي لي ايه رايك فيه. فخدت كحكايه ودقتها، قلت لها ما معمول بسمنه بلدي، اكيد طعمه جميل، وبعدين تسلم ايديكي ومش عارفه ايه. فقالت لي والله ما معمول بسمنه بلدي. قلت لها ازاي؟ لا معمول بسمنه بلدي. قالت لي لا والله مش معمول بسمنه بلدي. قلت لها امال انت عاملاه ازاي؟ قالت لي بجيب السمنه اقدحها على النار واحط عليها، بعد ما تسيح احط عليها نص كيلو من اللبن الحليب، على كل كيلو سمنه نص كيلو من اللبن الحليب، واسيبها تغلي، مش بس مجرد ما احطه كده اشيله، لا، اسيبها تغلي على النار لمده نص ساعه واشيلها تبرد خالص خالص وبعدين اضيفها على الكحك. قلت لها بس كده؟ قالت لي اه والله بيطلع زي كانك عاملاه بسمنه بلدي واحلى كمان. فخدت الطريقه منها وقلت هجربها. عملتها في الكحك بتاع السنه اللي فاتت، وطلع يا جماعة كحك بسمنة بلدي 100%، سواء في الطعم أو في الريحة. سمنة بلدي يا جماعة 1000000% كمان، والله سواء في الطعم أو في الريحة هي سمنة بلدي حلوة جدا جدا. طيب شايفين بقى شكل الكحك؟ يعني ال2 كيلو ونص عملوا لي صاجين 2 كبار زي ما انتوا شايفين كده، والكحكاية متوسطة وحجمها برضو متوسط. الكحك ده له ذكريات جميلة جدا جدا على قلوبنا كلنا. يعني كنا زمان كده نقعد، امي وجدتي وعمتي ومرات عمي، العيله كلها على الطبليه، واخواتي وولاد عمي كلنا، ونقعد. المهم واحده او اتنين كده يقعدوا يكوروا كده في العجين، يحشوه لنا الاول ملبن وبعدين يكوروا العجين ويقوموا فردينه وحاطينه على الطبليه، واحنا بقى ناخد العجينه ونقعد ننقشها ونوريها لماما. حلوه يا ماما؟ حلوه، نحطها في الصاج على طول نبقى مبسوطين قوي. مش حلوه نقوم مبوظين الكحكايه وعايدينها تاني من اول وجديد. فذكريات جميله قوي يا جماعه. واول ما الكحك يستوي، الكحكايه دي بتاعتي، لا الكحكايه دي بتاعتي، خد يا بابا، بابا الله يرحمه، خد يا بابا الكحكايه دي بتاعتي، جميله قوي يا قلب بابا، ويقعد يبوس في ايديا. فذكريات يا جماعه والله العظيم ما بتتنسي ابدا من دماغنا ولا بتروح من بالنا ابدا. فصدقوني طلع اشكال جديده كتير جدا، شكل الورده وشكل البصامه وشكل الشبكه، طلع حاجات كتيره جدا. بس الشكل بتاع المنقاش ده له ذكريات جميله جدا جدا في قلوبنا. شايفين شكل الكحك بعد ما دخل الفرن واستوى؟ الكحك بيستوي على نار هاديه مش نار عاليه، ولازم نحرك الصاج كل شويه هو في الفرن علشان ياخد لون واحد.
لكن بقى لو هتسووه في فرن زي زمان، كل واحدة كده تشيل الصاج كده زي الشطر على دماغها وتروح توديه لعمه الفران يدخله الفرن، واول ما يخرج من الفرن نبقى قاعدين مستنيين وما بندخلش البيت، بنفضل قاعدين مستنيين الكحك. واول ما يخرج كل واحدة تاخد لها 3 4 كحكات كده سخنين، تاكلهم يا جماعة كانوا بيودونا في عالم تاني من حلاوتهم ومن طعمتهم. شايفين بقى شكل الكحك بعد ما استوى وخرج من الفرن شكله عامل ازاي، والتسوية بتاعته عامل ازاي من فوق او من تحت، يجنن. كحكايه كده بقى مع كوبايه شاي الصبح يوم العيد، شاي بلبن، يا نهار ابيض حاجه كده جنان. انا عامله نص ملبن، محشي ملبن، والنص التاني ساده، وتقدري تحشيه عجوه، مكسرات، احشي اللي انت عايزاه، بصي زي ما بتحبي. والنقشه ثابته في الكحك ثبات مش طبيعي، ولا راحت ولا اختفت ولا اي حاجه. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده على طول، لما نيجي ننقش ننقش النقشه حلوه، يعني ما ننقشهاش بس نضغط بالمنقاش كده، لا نضغط على على الكحكايه نطلع لها نقشه. تمام زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى من جوه عامله ازاي، الملبن دايب دايب دوب. الكحكايه حلوه قوي يا جماعه، طعمها فظيع، ريحتها تجنن. الكحكايه بتدوب حرفيا. زي ما قلت لكم بقى كده، لو عايزين تستسهلوا بقى البصامه والحاجات دي زي ما بتحبوا، لكن انا اوريكم طريقه المنقاش، وعامله كميه الكحك السنه دي بالمنقاش. شايفين شكلها عامل ازاي الكحكايه، وخفيفه بقى، خفيفه جدا. يعني الكحكايه مش دسمه مش تقيله، لا حلوه قوي، والكحك دايب دايب. شايفين دلوقتي وانا بكسرها هتبقى عامله ازاي، بتتفتفت كده. لا لا الكحك يجنن يا جماعه، فظيع. مش قادره اوصف لكم اللذاذه بتاع الطعم. والكحك الساده يجنن. شايفين شكل الكحك من جوه عامل ازاي، جربوه يا جماعة، متأكدة مليون المية انه هيعجبكم. الكحكاية خفيفة وطعمها يجنن. ونسيت اقول لكم على حاجة، ان الكحك ما بيخمرش. الكحك بتنقشيه وتدخليه على طول الفرن، ما بتقعديهوش. طريقته سهلة وبسيطة جدا يا جماعة، وطعمه مش قادرة اوصف لكم اللذاذة. وبس كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص، يا رب يكون عجبكم والطريقة تكون سهلة وبسيطة، وكلكم تعملوها تقولوا لي ايه رأيكم فيها. انا قلت لكم الطريقة المظبوطة اللي بتوع الافران بيشتغلوا بيها بقالهم كتير جدا. مستنياكم بقى تجربوها، ومستنية رأيكم تحت في التعليقات. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. ورمضان عدى علينا بسرعة جدا ما حسيناش بيه، ويبقى خسران جدا جدا اللي عدى الشهر الفضيل دوت من غير قراءة قرآن، ومن غير قيام الليل، ومن غير الصلاة والصوم. خسران جدا يا جماعة اللي ما قامش بالعبادات ديت في شهر رمضان وخرج منه كأنه ما جاش. لا يا جماعة، شهر رمضان دوت لازم نبقى خارجين منه ربنا غفر لنا كل ذنوبنا، بنبقى خارجين منه كده فعلا بقلب سليم. السلام عليكم.